قبل ما نبدأ، إذا حابب تطالب هيدي الطاقة وتأكد حصولك عليها، اكتب لي بالتعليقات 22 هيدا الرقم رح يكون إعلان للكون إنك جاهز تستقبل هيدي الرسالة. ركز طاقتك بالأوراق، فكر بشخص كتير منيح، قول اسمه 3 مرات وانقر مرتين على الشاشة. هيدا الشخص أبدا ما كان متوقع إنك تمشي وتتركه، كان مفكر إنك إذا بعدت رح تركض وراه وتترجاه يرجع لك، بس الحقيقة غير. أنت قررت تكمل طريقك وما التفتت لورا، وهون كانت الصدمة لإله، لأنه اليوم هو يلي بده يرجع لعندك. أنت ما كان سهل عليك أبدا، قاومت كتير، خاصة أنه هيدا الشخص بيعرف يحكي بطريقة ساحرة وجاذبيته قوية، بس مع هيك أنت اخترت تبتعد وتبلش رحلة شفاء جديدة. بعد ما مشيت صرت أوعى، بلشت تنظف حياتك من أحمال قديمة ومن ذكريات موجعة ومن علاقات ما عاد تنفعك. كنت حاسس حالك محاصر وما عم تقدر تكون حالك من جديد. هو كان يضغط عليك كتير بكلامه وانتقاداته ويخليك تحس إنك أقل من قيمتك. بس هلأ الوضع تغير، انت بلشت تركز على نفسك، تطور حالك، وطاقتك الحلوة رجعت تلمع، صرت تبين أجمل وأقوى، وبلشت تجذب نظرات العالم حواليك. وهون الغيرة ولعت عنده، لأنه شايفك ماشي لقدام وما عاد ناطر حدا. اليوم هو عم بيراقبك، يمكن من السوشيال ميديا أو من بعيد، وعم بيتساءل يا ترى هل فعلا نسيته ولا بس عم تمثل إنك قوي. المفارقة الكبيرة إنه هلأ بس مستوعب إنك كنت الشخص الصح لإله، بس حياتك صارت ماشية لقدام، وإنت ما عاد بدك حدا يخليك تحس إنك أقل من قيمتك. وهيك كانت القراءة قراءة عامة. إذا حسيتوا إنه هيدا الكلام لمسكم أو بيشبه وضعكم، اكتبوا لي بالتعليقات 22 لتطالبوا بهيدي الطاقة وتأكدوا حصولكم عليها، وحطوا لايك وشاركوا الفيديو مع أصحابكم لحتى يوصل لحدا محتاج يسمع هيدي الرسالة. وإذا حابب قراءة خاصة عن وضعك الشخصي، فيكم تراسلوني على الخاص أو على واتساب من خلال الروابط الموجودة بالبايو.